صباح الخير يا حلوين، اختكم هناء بتصبح عليكم يا حلوين. النهارده فطار حبيت اعمله لاولادي بدل ما ياكلوا بره او يشتروا سندوتشات من بره. المهم دي حاجات انا جهزتها عشان يفطروا بيها او اعمل لهم سندوتشات منها. ده طبق فول بالطحينه بالطماطم بالخيار بحبه كمون بحبه ملح. تمام. طبعا ومعلقتين زيت الاول. ده طبق طماطم بالخل بالشطه يا جماله، على بيضتين مسلوقين. طبعا انتوا عارفين الحاجة غالية بره، لكن لما بتجهزيها في البيت أحسن وأرخص وأطعم. بطاطستين محمرين عليهم فلفل أسمر وملح. دي خياراية متقطعة هي وفلفل أخضر معاها. دي خصاية، الخضرة جميلة اليومين دول، وعلى طول جيبي خضرة اليومين دول لأنها مفيدة جدا في الشتاء. تمام. ده طبق برضو فول زيه. وده الطبق العجيب بتاعنا المخلل المشكل اللي بنعمله على طول ويبقى موجود في البيت. ده طبق بدنجان بالخل بالثوم. الغرض من الشيء هما كده كده بيشتروا يا حبايبي. طب وليه ما انا اجهز لهم سندوتشاتهم قبل ما يمشوا اللي بيها. نسيت اقول لكم ده عسل بطحينه. اللي عايز ياكل منه هياكل، واللي مش عايز ياكل يبقى ممكن لما يجي ياكل منه. حضري صينيتك، جهزي اكلك. ولادك لو شافوا الصينيه جاهزه، لو شافوا الحاجه قدامهم، انا متاكده ان شاء الله مش هيكسلوا. مش يقول لك انا راح باكل شيبسي بره. فانتي اعملي اللي عليكي وقولي يا رب ياكلوا بالهنا والشفا. الف هنا عليكم يا ولادي، الف هنا على ولادكم جميعا حبايبي. كانت معاكم اختكم هناء ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.